انت عندك كام سنه؟ ده اول سؤال الناس بتساله لحد بتتعرف عليه. ناس كتير قوي بتكذب في سنها. اكيد طبعا الستات بيكذبوا اكتر، بس في رجاله كمان بيكذبوا في الاجابه على السؤال ده. يا ترى ليه الناس بتكذب في الاجابه على السؤال ده؟ للاسف في مجتمعنا احنا عندنا مشكله تمييز وعنصريه في موضوع السن ده. يعني لو مثلا بنت عدت ال 30 سنه بيتقال عليها عانس. لو مثلا والده العريس عرفت ان العروسه اكبر منه في السن استحاله تقبل الجوازات دي. احنا كمان بنشوف الممثلين والممثلات بيتعرضوا لحاجات صعبه جدا جدا من الناس. يعني في مثلا بعض التعليقات زي يلا بقى روحي بقى موتي، كفايه عليكي كده، انتي مش مكسوفه من سنك، كلام من النوعيه دي للاسف. كمان في التقديم على وظيفه، لما بنيجي نقدم لوظيفه لو في اتنين، واحد كبير في السن شويه وكفاءته عاليه والتاني اصغر، بياخدوا الاصغر في السن لمجرد انه اصغر في السن وبس، حتى لو كفاءته اقل. لما الست هنا بتعدي ال 40 سنه بيبقى متعارف عليها ان هي طنط او الحاجه للاسف، يعني مع ان هي بتكون في عز شبابها. وانا شفت كتير ستات بيبقوا عايزين ينفصلوا في سن ال40 والناس تيجي تقول لهم خلاص بقى انتوا كبرتوا في السن، وانتوا يعني هتلاقوا حد يرضى يتجوزكم في السن ده، او انتوا معاكم عيال في السن ده. كل دي للاسف عنصريه وتمييز في المجتمع بتاعنا، وخصوصا ناحيه الست اكتر من الراجل. وعلشان كده للاسف في ناس كتير بتضطر تكذب في سنها او عمرها علشان ما تواجهش التمييز او العنصريه دي، وعلشان تبان بمظهر افضل اجتماعيا او مهنيا. الموضوع ده بيأثر سلبا جدا على حياه الانسان. في ناس بتبقى عايزه تحقق احلام وطموحات في مستقبلهم مثلا المهني، لكن للاسف بيحسوا ان الاوان عدى وفات، ان هم كبروا على تحقيق الانجاز ده، فبيبتدوا يفقدوا الامل في تحقيق حلمهم او في تحقيق الانجاز اللي هم عايزين يحققوه بسبب سنهم. يعني لو واحد مثلا قرر يتعلم في سن كبير شويه، بييجوا يقولوا له بعد ما شاب ودوك كتاب. انا مش عارفه احنا امتى هنبتدي نغير ثقافتنا وتفكيرنا وعاداتنا اللي احنا بنمارسها بقالنا مئات السنين. يعني حتى الاسلام كان ضد التمييز العنصري في السن ده، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز السيده خديجه وكانت بتكبره في السن ب 15 عام. للاسف المجتمع بيفرض علينا بعض الاحكام والاعراف لمجرد السن، لدرجه ان اللي عدى مثلا 40 سنه بيكون مش قادر ان هو ينبسط بحياته. يجي يقولوا له انت كبرت على الكلام ده، خلاص بقى الاوان عدى على ان انت تنبسط وتعيش حياتك، رغم ان الانسان من حقه ان هو يعيش حياته لحد اخر لحظه قبل ما يموت. وربنا كمان كرم الانسان في سن ال40 بدليل ان الوحي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو عنده 40 سنه. السن مجرد رقم، الانسان هو اللي ممكن يعجز نفسه بنفسه حتى لو عنده 20 سنه، او يعيش شباب لحد ما يموت. وعمر الوقت ما بيفوت او بيتاخر على تحقيق حلم او انجاز او حب او جواز او اي حاجه تخص حياتنا. عيشوا حياتكم وانبسطوا على قد ما تقدروا، ويا ريت بقى ان احنا نحاول ان احنا نغير معتقداتنا وافكارنا علشان نحل مشاكل كتيره موجوده في المجتمع بسبب التمييز ده. كان معاكم غدا يسري، اشوفكم الحلقه الجايه، باي.